السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده راجعه لكم في فيديو جديد، هنعمل مع بعض بقسماط الأفران أو القراميش أو المحلب على حسب ما بتسموه عندكم، بطريقة سهلة وبسيطة. مقاديره كلها من البيت، حاجة جميلة جدا، والتحمير بتاعه زي ما انتم شايفين من فوق زي من تحت، مقرمش وجميل جدا. طبعا حاجة البيت لا يعلى عليها. ويلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف عملنا القراميش الحلوة دي ازاي. اولا كده معايا نص كيلو من الدقيق، طبعا منخول كويس جدا. ده دقيق متعدد الغرض، هناخد عليهم نص كوبايه من الزيت وعليهم معلقه كبيره من السمنه، كوبايه كبيره من الميه الدافيه، معلقه صغيره ممسوحه من الملح، وهناخد معلقه كبيره من الخميره الفوريه ومعلقتين كبار من السكر. اول حاجه كده هجيب البوله اللي هشتغل فيها، هنزل فيها بكوبايه كبيره من الميه الدافيه وعليهم معلقتين كبار من السكر، وهنزل عليهم برضو بمعلقه كبيره من الخميره الفوريه. وطبعا هبدأ اقلبهم مع بعض لحد السكر ما يدوب مع الخميره خالص. ولو مش متأكدة من الخميره بتاعتك، طبعا بتحطها في نص كوبايه من الميه وعليها معلقه كبيره من السكر، وتدوبيهم وتسيبوهم على جنب لمده 5 دقايق لحد الخميره بتاعتك ما تتفاعل. بعد ما دوبتهم كده هنزل بنص كوبايه من الزيت وعليهم معلقه كبيره من السمنه، او ممكن تستبدلي المعلقه الكبيره من السمنه بالزبده على زي ما قلت لك. هقلبهم كده مع بعض كويس لحد المكونات كلها ما تدوب مع بعض بالشكل ده. بعد كده هنزل بنص كيلو من الدقيق، اهم حاجه تكون نخله كويس عشان يكون داخله هوا. وانزل برضو معلقه صغيره كده ممسوحه من الملح، وهبدا اقلب بالمعلقه كده الاول لحد الدقيق ما يتشرب السوائل اللي معايا بالشكل ده كده. بعد الدقيق ما تشرب السوائل هبدا اشيل المعلقه بتاعتي وهلف العجين بتاعي كده بايدي. اول ما بتتكون عجينه في ايديا كده بالشكل ده، هبدا اخدها على الرخامه وهعجن فيها كده رايح جاي لمده 10 دقايق. طبعا اهم حاجه في العجن بتاعتها، كل ما بتعجنيها وبتديها حقها في العجين بتديكي نتيجه كويسه جدا. تاخديها كده رايح جاي 10 دقايق بايديك لحد العجينه ما بتلم معاكي خالص وبتبقى ناعمه، في نفس الوقت ما تكونش بتلزق في ايديكي. طبعا انا ما احتجتش اي سوائل تانية، كانت السوائل اللي انا حطيتها كانت كفايه قوي. هنا بعد ما خلصت فيها عجن بالشكل ده، طبعا العجينه في ايدي ناعمه خالص وما بتلزقش في ايديا. هجيب نفس الطبق اللي كنت بعمل فيه واحطها كده. طبعا مش هسيبها تخمر ولا حاجه، بس هسيبها كده لمده ربع ساعه بس ترتاح. هغطيها بكيسه نظيفه واسيبها 10 دقايق بس تستريح. معايا هنا كوبايه من السمسم الابيض، احط عليه كده معلقه كبيره من الميه بالشكل ده، وهبدا اقلبهم مع بعض كويس جدا. طبعا الخطوه دي علشان لما نيجي نحط فيه البقسماط السمسم ما يقعش وفي نفس الوقت يلزق كده في العجينه. هقلبهم بالشكل ده. بعد ما قلبتهم بالشكل ده بفردهم في الصينيه برضو وبركنهم حوالي كده 5 دقايق. هنا العجينه بتاعتي بعد ما استريحت ربع ساعه زي ما انتم شايفين كده، هبدا اخدها وانزلها على الرخامه وافردها كده فرده بسيطه. عندك بقى سكينه او قطعه بيتزا بتبداي تقطعيها بالشكل ده. هاخد كده اول واحده وهبدا ارولها بالشكل ده. طبعا ما بتعملهاش تخينه قوي ولا رفيعه قوي، يعني بتوازني ايدك كده يبقى الرول بتاعك ماسك نفسه. وهبدا برضو الفه كده في السمسم اللي احنا عملناه عليه معلقه من الميه بالشكل ده، وهبدا برضو اروله كده طبعا عشان السمسم يمسك فيه. بكون محضره معايا هنا صاج مدهون دهنه سمنه بسيطه. هشيل كده الرول اللي انا عملته وهحطه بالشكل ده. سهله جدا ما بياخدش وقت خالص. الناس اللي بتستصعبه بالعكس سهل جدا. نعمل مع بعض واحده كمان. هتبداي تاخدي كده قطعه من العجين اللي انت مقطعاها صوابع وهتبداي تروليها كده
على حجم الصينية اللي معاكي. وزي ما قلتلك توازني ايدك، لا تخليها تخينة قوي ولا رفيعة قوي طبعا عشان حجمه برضو لسه بيزيد. وبنسيبه برضو بعد التشكيل يخمر لمدة نص ساعة. بحطها كده في السمسم وابدأ برضو الفها بالشكل ده، وبحطها كده في الصاج. طبعا بتسيبي فرق بين كل واحدة وواحدة. نعمل مع بعض واحدة كمان. هنا رولتها وعملتها في السمسم وبرضو بحطها في الصاج بالشكل ده، وهكمل بقية الكمية بالشكل ده. هسيبه كده يرتاح على جنب وهبدأ اكمل بقية العجينة اللي معايا. طبعا نص كيلو دقيق عملنا كمية حلوة جدا جدا من القراميش بتاعة الافران. زي ما انتوا شايفين برولها كده وبغمسها كده في السمسم بالشكل ده. وممكن تحطها في الصينية على طول، او ممكن زي ما انا بعمل كده تلف فيها لفتين بالسمسم عشان السمسم يمسك فيها كويس. وطبعا هنا بعد ما خلصت الكمية اللي معايا، حابة بقى تسيبيه على طوله كده بطول الصينية براحتك انتي، او ممكن تعملي زي ما انا هعمل، بقسم كل صينية على 2 بالشكل ده. طبعا انتي بتتحكمي في الحجم بتاع البقسماط والطول بتاعه براحتك انتي. كده بقى بعد ما قسمته بالشكل ده، وده شكله معايا بسم الله ما شاء الله. وطبعا كل ما بتسيبيه يرتاح بيخمر وبقى جميل جدا. طبعا هسيبه برضو نص ساعة تخمير او ساعة الا ربع كده تخمير، وبعد كده اكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 160. احطه على الرف اللي في النص. اول ما بياخد اللون وافتح عليه شوية ياخد اللون الذهبي الجميل ده اللي احنا شايفينه مع بعض. بسم الله ما شاء الله، طلع لونه من فوق زي من تحت حاجة كده جميلة جدا. طبعا ما بتشيلوش من الصواني اول ما بتطلعيه من الفرن، بتسيبيه لحد ما يبرد تماما. وبعد كده بقى بتطلعيه في الطبق بتاعك. وده الشكل النهائي بتاعنا. بسم الله ما شاء الله جميل جدا. اتمنى تجربوه هيعجبكم جدا، وطبعا الكبار والصغار بيحبوه، حاجة جميلة جدا. وبرضه اكسر لكم واحدة زي ما انتم شايفين مقرمشة وهشة من جوه، والطعم بتاعه جميل جدا. ولحد هنا يكون وصلنا لاخر الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.